ركز يا دودو معايا. فاكرين أغنية دودو يا قمر؟ بس النهاردة هنسمعها بشكل مختلف. دودو يا قمر يا أجمل الرجالة. هو ده الكلام المعقول. دودو يا قمر حلاوة وشياكة. شوفوا نمط الكلمات كده، تحس الكلمات لذيذة كده وفيها وقار وفيها روح إيجابية. تسلم فمك يا شيخ. قمر في الصلاة والزعامة. دودو يا قمر في ده مش محتاج حد يعلق عليه، ده محتاج واحد يديله تحية. دودو يا قمر في القوة والقيادة. مش ذنبي اختيشي ورب العزة إنك أسطورة. من أين أتيت بهذه الكلمات يا شيخ؟ جميلة. اوعى ترتيشي وبذاءة تختفي وإيمانك يرتقي. هو ده التعليم الصح، هو ده اللي احنا بندور عليه، مش غطيها واختشي لونها مشمشي، ده كلام. يا دودو قلبي ماما يا أجمد الرجالة. يا قلبي ماما والأقصى ده أمان. عرفنا نغني لعيالنا ولكن بقيمة يفتخر بها اليوم الدين. وهنا طبعا الشيخ قال نقطة مهمة جدا ممكن تكون غايبة على أنظاركم. نفهمها ازاي؟ ان دودو لما يكبر او يخش الحضانة او يخش سنة اولى، اصحابه الصغيرين هيتنمروا عليه. يعني اي كلمة بتقولها على ابنك وهو صغير بتلاحقه وهو كبير. متخليش الدنيا تيجي عليه لما يكبر، وكن حذر في الفاظك مع طفلك وهو صغير، لان كل حاجة بتلاحقه وهو كبير. كده اخر حلقتنا وانتهت، وسلام.